كلنا وبدون استثناء مدمنين، بس المهم مدمنين ايه بالظبط. انا شربت حشيش يا سعاد. هنا بقى الاختلاف. ناس كتيره هنا سامعيني دلوقتي هتقول لي لا الحمد لله انا مش حاسس اني مدمن، انا اي حاجه لو جيت تقول لي بعد عنها هبطلها. طيب لو جيت قلت له تقدر تبطل القهوه او النسكافيه او الشاي او الحلويات، هيقول لك انا اقدر ابطل في اي وقت. قول له طيب جربت؟ او اقول له من بكره نبتدي نبطل. الصدمه بقى هنا لما يتفاجئ انه مدمن ومش قادر يبطل لا قهوه ولا شاي ولا حلويات ولا اي حاجه من دي ولا غيرها. علماء الاعصاب هنا اكتشفوا ان الدوبامين لما بيديك احساس اللذه والمتعه كده والسعاده، اكتشفوا ان في المقابل ليه احساس هو الالم. عندنا والمخ عندنا بيشتغل بطريقه الميزان، ليه كفتين، وكفتين الميزان دول المفروض يبقوا متساويين. يعني المفروض يبقى اغلب الوقت احساس الالم متساوي مع احساس الايه المتعه والسعاده. تيجي بقى حضرتك تروح مدخل الاكل والحلويات والقهوه والعصاير والسكر وكل ده بكميات كبيره، تلاقي كفه المتعه عماله تعلى، كفه المتعه والسعاده بقى واللذه عماله تعلى، وتحس ان الحياه جميله وحلوه وفرحان ومبسوط طول الوقت. ولكن في طرفه عين تلاقي السيستم بتاع المخ عاوز يعيد التوازن، فيرفع لك كفه الالم شويه عشان تساوي كفه السعاده. تلاقي نفسك هنا بقى متضايق وعمال تاكل سكر اكتر من الاول وتزود الكميه. ما الكميه الاول ما بقتش تبسطك بقى، الكميه اللي كنت واخد عليها بتبسطك ما بقتش تكفيه، وتقعد بقى هنا تزود في كميه الحلويات والسكر عن الاول اللي كنت بتاكلها عشان تحس بالسعاده وترضيك. طب ايه حلول مشكله الادمان دي واكل الحلويات؟ نعمل معاها ايه عشان نظبط الدوبامين؟ اول حاجه الصيام المتقطع هيخليك تخش في الاول في فتره اعراض انسحاب، ايوه زي المدمنين لان انت هنا مدمن فعلا. تاني حل التمارين، بالذات تمارين المقاومه دي بقى يا سيدي بتفرز لك دوبامين طبيعي، واي واحد بيروح الجيم بيبقى طالع سعيد ومبسوط وعنده دوبامين مغرقه. تالت حاجه بقى في مكملات غذائيه بتساعدك على انك تقلل التوتر وبتساعد في السيطره على فتره انقطاع الدوبامين. اكتب لي كلمه دوبامين تحت في الكومنتات عشان ابعت لك اسم الاعشاب اللي بتساعد في تحسين الدوبامين في جسمك.